ناس كتير بتسألني بتقول لي يا دكتور ياسر نجيب دهب مصري ولا دهب ايطالي؟ خليني اقول لكم، في ناس بتحب المصري وما بترتاحش للايطالي والعكس صحيح، بس في الحقيقة لا ده وحش ولا ده وحش، وفي حاجات في المصري دلوقتي بقت قريبة جدا من الايطالي، بس في الاخر كل واحد بينقي اللي يناسبه. انا هقول لك مميزات وعيوب كل واحد فيهم وانت اختاري اللي على مزاجك. في الاخر الاتنين موجودين عندنا في كل فروعنا من مجوهرات الطويل. اول نقطة بتفرق ما بينهم اكيد المصنعية. الذهب المستورد ده بيجي من بره، فبالتالي تكلفته بتبقى اغلى كتير من الذهب المصري اللي متصنع هنا. تاني فرق معانا اكيد هو الديزاين. في ناس بتقول ان المصري اشكاله قديمة. المعروف عندنا ان المصري ممكن تبقى اشكاله قديمة شوية والايطالي هي الاشكال الحديثة، بس مؤخرا الشركات المصري بقت بتعمل ديزاينز قريبة جدا من الايطالي. اي نعم لسه ما وصلناش للميزان بتاع الشغل الايطالي اللي هو اكيد اخف بكتير جدا. وتعالوا اضرب لكم مثال على ده بحاجه مشهوره ومعروفه عندنا كلنا في مصر وهو الجروميت. فلو اخدنا الكوليه الجروميت كمثال، في المصري بيعمل تقريبا 16 17 جرام، انما في الايطالي ممكن يعمل من اول 7 جرام و8 جرام كمان، في منه 10 وفي منه 11، وده اتقل حاجه عندهم وبيبقى اعرض بكتير من المصري. اخر حاجه معانا هي الموضه. اكيد الشغل المستورد او الشغل الايطالي بيبقى هو اللي ماشي على الترند، هو الموضه اللي موجوده جديده، واحنا في مصر بعد كده بنبدا نعملها. زي مثلا السلسله اللينج لونج ما كانتش موجوده عندنا في مصر، كنا على طول بنجيبها ايطالي، دلوقتي بقت موجود منها المصري. اي نعم هي تقيله حبتين بس موجوده وبتتعمل. ففي الاخر انا جبت لكم مميزات وعيوب كل واحد من الاثنين، وانت ليكي حريه الاختيار تختاري اللي انت عايزاه. وبس كده، اكتبوا لنا في الكومنتس بتحبوا الذهب المصري ولا الايطالي، ولو بتحبوا الذهب المصري انهي شركه في مصر بتحبوها اكتر. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.